يا ترى ايه هو السبب الحقيقي للموضوع اللي حصل ده؟ ايقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام. قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق الدكتور جودة عواد، مع اختار الجهات المختصة بتنفيذ القرار. تضمنت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها. سمح الطبيب باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. ده المقصود بيه كريم سم النحل. أعتقد ده المقصود بيه كريم سم النحل. كريم سم النحل ده أنا شفت الإعلان بتاعه على أحد القنوات الفضائية، إن هو بيعالج جميع أنواع الأمراض، بيعالج الخشونة وبيعالج كل حاجة وبيعالج جميع المشاكل يعني اللي عند الإنسان، يعني بما فيها يعني مجرد الكريم ده بس. والدكتور قبل كده الدكتور جودة قبل كده ليه فيديو بيشرح فيه كريم سم النحلة، هنشوفه مع بعض. وكمان مكتوب في الآخر: ارتكب الطبيب مخالفة صريحة باستخدام أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة. أعتقد برضو منهم كريم سم النحل ده، لأن هو لسه مازال تحت الأبحاث. تعال نشوف الفيديو نفسه اللي بيتكلم عن كريم سم النحل. الخبر ده من اليوم السابع. أسرع علاج للألم على وجه الأرض، أي مرض. أسرع علاج للألم، يعني هو سم النحل ده أسرع علاج، ومجرد ما يعني دكتور جودة بيقول إن ده أسرع علاج في العالم كله. أي مرض عندك تاخد كريم سم النحل تتعالج على طول. طبعا الكلام ده مش صح 100%. الكلام ده مازال تحت الأبحاث بالمصادر العلمية. آخر بحث طلع في سنة 2024، لسه الكلام ده مازال تحت البحث. لا يعالج بأي دواء عالجه بسم النحل، وبيعالج اضطراب. يعني أي مرض، هو دكتور جودة بيقول إن أي مرض لا يعالج بأي دواء عالجه بسم النحل. يعني طبعا الموضوع حتى منطقيا مش ماشي. الدورة الهرمونية حكوا عليه بس مش فاهم حاجة. العلاج بلسع النحل ده يا جماعة كان موجود ولا يزال، حتى تبنته الآن بعض كليات الزراعة في العريش وفي الواحات وغيره. دلوقتي بيجي واحد عنده ألم في كتفه، ألم في دراعه، ألم في ظهره، ألم في ركبه في أي حتة، فبيجيبوا النحلة ويحطوها على المكان المؤلم. النحلة تحط الزبان بتاعه تلف 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 وبعدين تموت. لما تموت تشيل النحلة وتطلع الزبان. في ناس بتفتح على الناس تعملش كده. والفكرة إن ألم الكتف وألم الظهر وألم الركبة ليها أسباب كتير جدا جدا جدا. يعني مثلا عندك ألم الكتف ده ممكن يكون قطع في الوتر، قطع في أوتار الكتف، ممكن يكون حاجة اسمها الكتف المتجمد فروزن شولدر اللي هو مع مرضى السكر، ممكن يكون قطع فيه الغضروف اللي موجود في مفصل الكتف. وعدد كبير من الحاجات دي بتبقى محتاج تدخل جراحي لإصلاح الوتر أو لإصلاح الغضروف المقطوع. ف يعني موضوع إن سم النحل بيعالج كل الحاجات دي، ده برضو عليه كلام كبير كتير، وما لم يثبت إن هو بيعالج أي حاجة فعليا من الحاجات دي. بتحط النحلة تحط الزبان ويشيلوها تاني، حكوا عليه بس مش فاهم حاجة. لكن احنا عملنا استخراج لهذا السم من هذه النحلة. جبنا أجهزة كهربية وعملنا لها فولت كده يجي 9 مللي فولت. فبدأ الجهاز الإزاز يسخن. فلما سخن الإزاز واحنا حاطين عليه طبقة بلاستيك وحاطين عليه النحل، فالنحل راح قارص. لما قارص كله مرة واحدة راح منزل إيه؟ السم. السم ده بينزل الأول في صورة سائلة، بعد شوية يتحول إلى صورة إيه؟ بودرة. نشيل البلاستيكية ونشطه. وبعدين نحسب بقى اللي طالع من سم النحل. طالع منها كام؟ 1/10 مللي جرام. خلاص لو خدنا الواحد من 10 مللي جرام باودر دوبناه في 1 مللي صلاين، عملته كده كانه نحله. بنحط ده بقى في سرنجه رفيعه كده زي الانسولين ونديها له تحت الجلد. طيب، سم النحل بيحتوي على كمية كبيرة جدا من بروتينات النحل اللي هي موجودة في سم النحل. لو انت حقنتها تحت الجلد في شخص ما، والشخص ده طلع عنده حساسية من سم النحل، ممكن يحصل له درجة حساسية عالية جدا، ممكن تؤدي إلى الوفاة. حاجة خطر جدا إنك تحقن بروتين غريب اللي هو موجود في سم النحل ده تحت الجلد. لو الشخص ده 1 في المليون، 1 في المليون بس عنده حساسية، ممكن يحصل له حساسية شديدة، ولا قدر الله محدش يقدر يلحقه.
فطبعا الموضوع خطر جدا. خلاص، مش بنديله بقى نحله كامله، بنديله عشر نحله، عشان ممكن نحله كامله تخليه يهرش، يخليه كذا كذا. سم. هو مش ممكن يهرش بس، هو ممكن الحساسية دي تبقى شديدة لدرجة إنها تعمل له مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، ما يقدرش ياخد نفسه ويحصل له هبوط حاد في الدورة الدموية، زي الناس اللي بتاخد حقنة بنسلين. اللي بياخدوا بنسلين المفروض بيتعمل لهم اختبار حساسية وتحت إشراف طبي، فالموضوع طبعا خطر. النحل ده بقى بيعالج ايه؟ عد. اول حاجه الام المفاصل، لانه بيعمل التهاب، بيعمل انفلاميشن. فالالتهاب اللي بيعمله، انا عندي الم كبير في رجلي مثلا او الم كبير في دراعي، فالالم اللي جوه له مركز في المخ. انا بدي لك الم من بره، الالم اللي من بره ده يعني قفل الجيت ثيوري، قفل المصدر الالم في المخ، فالمخ اتلخبط هو فين اللي بيألم بالظبط، فسكن الالم. هي النظرية دي فعلا موجودة، إن لما يكون في مصدرين للألم، مصدر في الجلد ومصدر عميق في المفاصل، فالمخ بيركز مع المصدر اللي في الجلد وبينسى مؤقتا ألم المفاصل. بس طبعا الكلام ده بيبقى مؤقت، يعني انت دلوقتي سم النحل ده او قرصة النحلة دي هتقرصك فتحس بألم في الجلد، فالمخ يعني على حسب كلام الدكتور جودة ان المخ هيتلخبط ما بين المصدرين الألم فينسى ألم المفاصل. طبعا لما يروح ألم لسعة النحلة هيرجع لك ألم المفاصل تاني. وبعدين دي نفس فكرة الإبر الصينية، الإبر الناس اللي بتعمل إبر صينية هي دي نفس الفكرة، إن أنت بتعمل ألم في مكان تاني في الجلد، فالمخ بينسى الألم العميق اللي موجود في المفصل أو اللي موجود في الأعضاء الداخلية. نفس فكرة برضو الكريمات الموضعية، اللي هي الكريمات الموضعية اللي بتلسع، اللي هي فيها مادة أبو فاس، اللي هي فيها مادة السلسليك أسيد، بتعمل تهيج وحرقان في الجلد، فالمخ بينتبه لحرقان وألم الجلد وبينسى الألم اللي من مصدر عميق. كل الحاجات دي بتديك إحساس مؤقت بالتسكين، ولكن الألم بيرجع تاني ومش بتعالج، مش حاجات علاجية. طبعا ممنوع انك تاخد اي حاجة بدون استشارة طبيب، دي مش حاجات علاجية خالص، ملهاش دعوة انها بتعالج الخشونة. الخشونة كده مش هتتعالج، يعني دي مسكنات زي المراهم. فمعلش يعني هي لازم تصحيح المعلومة، كل دي حاجات مؤقتة، كأنك بتحط مرهم عادي خالص، وممكن تجيب نتيجة وممكن ما تجيبش. خلاص. وساعات بيبقى الالم مصدره المخ بس، يعني ايه؟ واحد راجل كبير كان عندنا في قصر العيني، فقطع رجله، قطع رجله لغايه الفخذ، وبعدين الصبحيه انا بقول له انت عامل ايه؟ ها، عامل ايه يا حاج؟ قال لي والله ما عارف انام طول الليل من الم في صباع رجلي الكبير. صباع رجله الكبير مقطوع، واحنا عندنا ستات كتير كده الم. دي حقيقة فعلا. الناس اللي بتعمل بتر بيبقى حاسس الرجل اللي اتبترت، لسه حاسس بألم في صباع الرجل أو في كعب الرجل. يعني يقول لك أنا حاسس في مسمار بيغز في كعب رجلي، في مسمار في صباع رجلي الكبير. وده بيحصل نتيجة العصب اللي اتقطع مع البتر بيفضل مسمع في المكان ده. بس الحاجتين مالهمش علاقة ببعض، يعني موضوع البتر ده اسمه فانتوم ليمب. فانتوم ده يعني ظاهرة حاجة خفية، حاجة مختفية واحنا شايفينها. ما لهمش علاقة ببعض، دي بتحصل بس مع حالات البتر، بس ما لهاش علاقة بموضوع ألم المفاصل خالص، يعني دي حاجة ودي حاجة تاني خالص، ما ينفعش نربط ما بين الاتنين. الم هو مفيش الم اصلا، ده الالم فين؟ العلاج بلسع النحل ده اسرع علاج للالم على وجه الارض. كتفي، كوعي، ايدي مش عارف احركها، باخد 5 شرط وادلكها بزيت والفها بصوف، اسرع علاج للالم. الكلام ده يعني علميا، أنا دورت علميا إن أنا ألاقي حاجة كده إن أنت تجيب نحلة تلسعك النحلة أو تحقن سم النحل اللي هم مستخلصينه ده تحت الجلد، إن هو يعالج لك ألم المفاصل وألم الركبة وألم الظهر وألم العمود الفقري وألم الكتف. أنا ما لقيتش حاجة علمية تدعم الكلام ده خالص. يعني هو كمان هو بيقول ان هي بتعالج، هي للاسف هي ما بتعالجش، هي يعني يعني انا ما شفتش حد استخدمه وما استخدمناهوش قبل كده ولا كتبناه لحد قبل كده، ودورنا في المصادر العلمية انا ما لقيتش حاجة تدعم اي معلومة عن الكلام ده خالص. على وش الارض بشرط ان ما يكونش عندي حساسيه، لان لو عندي حساسيه لا هيحصل حاجات مش كويسه. بيعالج الالام. هو برضه رجع يقول لك انا عندي، لو عندك حساسية هيحصل حاجات مش كويسة. طيب هتعرف ازاي ان هو عنده حساسية او مش عنده حساسية؟ لنفترض الشخص ده طلع عنده حساسية شديدة من البروتين اللي موجود في سم النحل، ممكن الحساسية دي تؤدي إلى مشاكل انخفاض في الضغط الدم، ممكن تؤدي إلى في بعض الأحيان إلى الوفاة.
لو حتى نسبتها 1 في المليون هي تعتبر حاجة خطر جدا. فأنت تعرف إزاي إن عنده حساسية؟ هل هتعمل له اختبار حساسية قبل ما تديله سم النحل؟ طبعا الموضوع عشان تديله حاجة هي مش موثوقة إنها بتعالج الموضوع ده، يعني دي مش أكيد إنها هتعالج الموضوع ده. ظبط لي السكر، وبيعالج مشكلات الجلد لو عندي مشكلات ملهاش حل، وبيعالج اضطراب الدوره الهرمونيه. يعني في ناس كده عندها لخبطه هرمونيه شديده، عامله لها امراض اسمها الامراض المناعيه. كل ما يخطر على بالك، والخشونه طبعا كل ما يخطر على بالك، يعني سم النحل ده بيعالج جميع الأمراض. كل ما يخطر على بالك، يعني أي مرض يجي في دماغك سم النحل هو الحل. إيه طبعا الكلام ده غير دقيق وغير صحيح. السكر ليه أدوية معينة، لازم ترجع للدكتور بتاع السكر عشان يكتب لك الأدوية المناسبة ليك، ويظبط نظام غذائي متخصص. وليه طبعا متابعات كتير جدا بيعرفها دكتور الغدد الصماء، مش سم النحل. طبعا الخشونة ده موضوع كبير ومش مجرد سم النحل، برضه لسه هنتكلم عن الموضوع ده. قاعده امريكيه. يعني انا مثلا اتعلمت سم النحل ده سنه 2000. كنا بنجيب الجرام او لسعه سم النحل دي من بي ام ايجيبت، كنا بنجيبها ب $100. $100 احنا عملناها بجنيه. فكان بيجي لنا كانه اميون ثيرابي. يعني ايه اميون ثيرابي؟ يعني علاج مناعي. طب يعني ايه علاج مناعي؟ ده هم خدوا سم التعبان السناك فينوم، وخدوا السكوربيون فينوم اللي هو سم العقرب، وخدوا البي